كابتن عمرو، نبدا بقى مشوار دور ال 16. المواجهه الاولى في دور ال 16 هي ما بين منتخب مالي وتونس. لا انا ارشح فرقه مالي وتونس. مالي وتونس. لا ممكن منتخب تونس. منتخب تونس. يبقى تونس يعبر المواجهه على حساب منتخب مالي. السنغال في مواجهه منتخب غينيا الاستوائيه. لا انا شايف السنغال من اقوى الفرق اللي موجوده، فرقه قويه جدا ومرشحه بشكل كبير جدا طبعا. هنا منتخب مصر في مواجهه منتخب زامبيا. ان شاء الله مصر باذن الله. مصر ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. كوتيفوار وبوركينا فاسو، دي مواجهه قويه وعنيفه وسريعه جدا. لا كوتيفوار. كوتيفوار طبعا. كوتيفوار تعبر. طيب الناحيه الثانيه الراوند الثاني عندنا جنوب افريقيا في مواجهه الكاميرون. يعني صعبه جدا. هم نفس المستوى، بس انا اشوف كاميرون بالتاريخ بتاعها، وجنوب افريقيا برضه عندها تاريخ كبير، يعني عندها تاريخ كبير وعندها اسماء لعيبه مهمه في الدوري المحلي. كاميرون. يبقى كابتن عمرو وجهه نظره ان الكاميرون تعبر مواجهه جنوب افريقيا. واوغندا مع المغرب طبعا. المغرب على طول. في حاجات انت ما بتاخدش فيها قرار. المغرب ومصر والسنغال عدوا من غير تفكير. احنا شايفين مستويات الفرق. المغرب فرقه قويه جدا، صح، مرشحه للبطوله بنسبه 80-90%. مليون في المية. الجزائر والكونغو. لا منتخب الجزائر يعبر موقعة الكونغو. نيجيريا والجابون. نيجيريا. عظيم. يبقى احنا كده يا كابتن عمرو وصلنا لحد دور ال8. صعب بقى. دور ال8 خلي بالك بقى، ده فيه ضرب نار. تونس في مواجهة السنغال. صعبة قوي. صعبة. بس انا يعني ارشح السنغال هتطلع تونس. السنغال تعبر تونس. تونس طبعا عنده مجموعة كبيرة من اللعيبة اللي بتلعب في الدوري المصري سواء دلوقتي او فيما سبق. مواجهة كلاسيكية معتادة في كأس الأمم. مصر في مواجهة كوتيفوار. بذكريات 2006 و2008. اتمنى يعني انا مش عايز اقول التمني اللي هو بالحب منتخب مصر هيصعد، ولكن انا شايف من وجهه نظري كوتيفوار برضو فرقه قويه جدا طبعا. بس ان شاء الله باذن الله ارشح مصر باذن الله. ان شاء الله. فكره ان انا اخد ماتش في ماتش الاقي نفسي في دور ال8 دي فجاه، انا عندي احساس ان احنا يعني دايما يقولوا البطل بيتولد في البطوله احيانا، واحنا ساعات ما بنبقاش مرشحين وفجاه تلاقي المسار مشانا والموضوع تحول. خلي بالك مفيش حاجه اسمها مش مرشحين، احنا ابطال القاره. احنا طبعا. عندنا 7 بطولات في القاره دي. مليون في المية. فاعتقد ان كل فرقه بتلعبك بتعمل لك حساب. دي حقيقة. على فكره انت بتعرف تلاعب الفرق الافريقيه. يعني يا ريت تبعد عن شمال افريقيا. انا بقول لك انا لو لغايه دلوقتي المسار اللي حضرتك اخترته ده انا ببقى قلقان جدا. ما بينك وما بين المغرب هبقى قلقان جدا. ما بينك وما بين الجزائر هتبقى قلق طبعا. فانا من وجهه نظري منتخب مصر بيعرف يلاعب الفرق الافريقيه، وبيقدر يتحكم فيها وبيقدر يخطفها زي ما